المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من الفضائية. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. شمال البحر الأحمر يحتفل بذكرى بدء الخدمة الوطنية. دعوة للمزارعين للعمل بالتركيز على حماية البيئة، وكذلك الدعوة لتوخي الشاحنات السلام المرورية. قصف إسرائيلي لمنطقة استراتيجية جنوب سوريا. تهديد أوروبي بفرض رسوم بالمليارات على سلع أمريكية. سانشيز يفشل في محاولته الأولى لنيل الدعم البرلماني لتشكيل الحكومة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يشهد إقليم شمال البحر الأحمر احتفالات بمناسبة اليوبيل الفضي لبدء الخدمة الوطنية وتأسيسها ومنذ 23 من يوليو الجاري. ويشمل الاحتفال الجاري على مستوى الإقليم تحت شعار ساوى خيار صحيح لمستقبل مشرق، يشتمل المعارض وسباقات العدو والمعلومات العامة والبرامج الأدبية والثقافية والرياضية. ويتضمن أيضا لقاءات حوارية تبحث أوراق حول مميزات تأسيس ساوى وبدء الخدمة الوطنية وتحدياتها والشباب والدفاع عن الوطن ووحدته ودور ومساهمة أعضاء الخدمة الوطنية لبناء الوطن وساوى معجزة صمود الشباب الإريتري. هذا وسوف يستمر الاحتفال حتى 26 من يوليو الجاري. أوضح الشباب العاملون في إدارة إقليم القشبركة بأن بطولات الشباب الذين خرجتهم ساوى في السنوات 25 الماضية لها مكانة خاصة في تاريخ الشعب الإريتري. وأوضح الشباب أعضاء مختلف الدفاعات للخدمة الوطنية أن برنامج الخدمة الوطنية أسهم لتطوير الفكر المشترك والبناء الجسدي والعقلي وارتقاء الوعي الوطني، وأن الصمود والتصدي الذي أظهروه للتصدي لغزو الويانة والعدائيات اللاحقة نتاج ذلك. وذكروا بأن المرحلة الحالية جاءت لتفاني السنوات 25 الماضية، وأن النضال الذي خاضه أعضاء الخدمة الوطنية بترك الرغبات والحقوق جانبا ومنح الأولوية للوطن كان له دور كبير لانتقال الوطن إلى مرحلة السلام المبشرة. وأكد الشباب أعضاء الخدمة الوطنية على الدور الهام للشباب في مرحلة البناء ولا سيما المرحلة الراهنة، داعين لتوظيف الشباب حسب قدراتهم ومهنهم من أجل تقديم المساهمة الفعالة. دعا مكتب وزارة الزراعة في إقليم عنسبة المزارعين لاستخدام الوسائل العلمية من أجل رفع الإنتاج والعمل لحماية البيئة. ودعا مسؤول المكتب السيد الزرعي نور في الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة كرن في 26 من يوليو الجاري للعمل القوي بهدف رفع الإنتاج استفادة من الخريف المبشر. وبحث الاجتماع تقارير برامج حماية التربة وحفظ المياه والزراعة المروية والثروة الحيوانية والقوانين والرقابة. وأشار التقارير إلى أن الأعمال الجارية لبناء السدود الصغيرة في دك زرعو وهبرنكغا وأبيتاغ وحبلاق وحليب منتل وواليكو وعد حزباي وماي أوالد وأجرباب وهبر صعدة، وبناء حواجز مائية بأكثر من 182 ألف متر مكعب ومدرجات بطول 795 كيلومتر. ودعا الاجتماع للدفع بأعمال تخزين المياه ومراقبة جودة المبيدات الحشرية والعمل لتسخير المياه المخزنة للتنمية المروية ومكافحة انجراف التربة. وحث وزير الزراعة السيد رفاعين برهي في الاجتماع لتنمية العلف الزراعي ورفع إنتاج الألبان وحماية الغطاء النباتي. وقال أن تطوير الزراعة الأسرية وتنمية الخضر والفاكهة وتربية أبقار الألبان تحتاج إلى الجهد القوي. دعت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في السمينار الذي عقدته بالتعاون مع مكتب النقل البري لأصحاب وسائقي الحافلات لتوخي السلامة المرورية. ودعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط المقدم تادس برهاني السائقين للقيام بدور واع للحد من الحوادث المرورية في البلاد عامة والإقليم الأوسط خاصة.
وقال إن عدم منح الأولوية والسكر والقيادة دون رخصة واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والسرعة الفائقة من أهم الأسباب المؤدية للحوادث في البلاد. ودعا السائقين لتوخي السلامة المرورية في تحركاتهم، موضحا بأن السيطرة على الحوادث المرورية مسؤولية المجتمع والسائقين خاصة وليس الشرطة وحدها. من جانبه شدد مسؤول مكتب النقل البري في الإقليم الأوسط السيد بيانية تصفى مريم أن السيمينار له دور كبير لرفع الوعي المروري، داعيا السائقين القيادة بمسؤولية وعودة الحوادث المرورية الناجمة عن الإهمال وعدم احترام قوانين المرور إلى مصر أكثر من 500 شخص ودمار ممتلكات بأكثر من 3 مليون نعفة بالحوادث المرورية التي وقعت في الإقليم الأوسط في السنوات العشر الماضية من عام 2008 وحتى 2018. أكد المواطنون الأرجون المقيمون في ستوكهولم السويدية المنضوون في جمعية إيرلي تشايلد هود مواصلة الدعم الذي يقدمونه للأطفال المعاقين. جاء ذلك خلال لقائهم يوم 23 من يونيو أولياء أمور المعاقين الذين قدموا لهم سابقا دعم المقاعد المتحركة. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في اللقاء الذي جرى بمستشفى أروتا إن دعم جمعية إيرلي تشايلد هود يعكس قيم الشعب الإريتري في التضامن والتكافل. وأعرب أعضاء الجمعية عن سعادتهم لتسخير الدعم المرسل سابقا في الهدف الذي جاء من أجله، موضحين وجود برنامج للمساعدة ب100 مقعد متحرك إضافي. وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2006 وتضم 100 عضو دعم المعاقين الأطفال تحت سن 18، وقدمت من قبل 150 مقعد متحرك. أحدثت الأمطار المصحوبة بالرياح القوية في مدينة دباروا يوم 22 من يوليو أضرار بالمنازل والمتاجر والزراعة. وقد اقتلعت الأمطار المصحوبة بالرياح الزنكي من عروض المنازل والمتاجر في ضاحية مرب، ودمرت السيول الخضروات في البساتين ومزارع الذرة. ولحقت أضرار مماثلة في ضاحية مسلام وإتلاف بعض خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار. وفي نفس اليوم ألحقت الأمطار أضرار في عد كوبلو وجرف السيول المزارع يوم 19 من يوليو في أمن سلمة. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم أوافيكم بالأنباء العالمية، فكونوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن إسرائيل قصفت منطقة استراتيجية في جنوب البلاد تطل على مرتفعات الجولان، وهي المنطقة التي قالت مصادر مخابرات غربية في السابق إن فصائل مسلحة تدعمها إيران تتمركز فيها. ولم تذكر قناة الإخبارية المملوكة للدولة التي ذكرت النبأ أي تفاصيل، لكنها قالت إن الضربة استهدفت منطقة تل الحارة التي كانت لوقت طويل نقطة تمركز للقوات الروسية، لكن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تولت السيطرة عليها لاحقا وفقا لما ذكرته مصادر المخابرات الغربية. ووفقا لما ذكرته مصادر مخابراتية فإن هذه الهجمات جاءت بعد أيام فقط من اجتماع مستشاري الأمن القومي لإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا في إسرائيل، ومطالبة إسرائيل بأن تعمل موسكو على ضمان انسحاب القوات الإيرانية من المنطقة. أعلنت مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم استعداد التكتل لزيادة الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 35 مليار يورو في حال فرضت واشنطن رسوما على السيارات الأوروبية. وجاء تحذير المفوضية الأوروبية بعد أن أعلنت أن المساعي التي تبذلها أوروبا والولايات المتحدة لمحاولة التوصل لاتفاق تجاري تراوح مكانها. وشكل التحذير الذي أطلقته مالمستروم أمام النواب الأوروبيين تذكيرا بأن التوتر بين ضفتي المحيط الأطلسي لا يزال كبيرا، رغم أن الاهتمام منصب على الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة.
ويبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على استيراد السيارات بذريعة حماية الأمن القومي في تبرير اعتبرت مالمستروم أنه لا أساس له. وجاءت تصريحات مالمستروم بعد مرور عام تقريبا على تواصل الرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي لهدنة تجارية في البيت الأبيض. فشل الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في محاولته الأولى لنيل دعم البرلمان من أجل تشكيل الحكومة، ما سيدفع به إلى السعي لإبرام صفقة مع حزب يوتيداس بوديمواس اليساري المتطرف. وكان حزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز حصل على 29% من مقاعد البرلمان الإسباني في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد أواخر شهر أبريل الماضي، حيث احتل أعضاء الحزب 123 مقعدا من أصل 350 مقعدا، ما يعني عدم حصوله على الأغلبية المطلقة، الأمر الذي أملى عليه السعي إلى بناء تحالفات مع أحزاب وقوى أخرى لتشكيل الحكومة. وسيشهد البرلمان غدا الخميس تصويتا بنعم أو لا، وسيكون سانشيز حينها بحاجة إلى أغلبية بسيطة، أي أن حصوله على عدد أصوات مؤيدة أكثر من عدد الأصوات المعارضة سيكون كافيا لإعادة انتخابه رئيسا للحكومة. الخبر الأخير في هذه النشرة: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم. أثناء إجراء التصويت صوت أعضاء مجلس الشيوخ بفعالية كبيرة لصالح اختيار إسبر المنصب ليصبح ثاني وزير دفاع يرشحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة. ولم يتم تعيين وزير الدفاع منذ استقالة جيم ماتيس في ديسمبر بسبب خلافات مع ترامب بشأن السياسات. وصادق مجلس الشيوخ على تعيين إسبر بغالبية الأصوات. وكان زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل قال إن إسبر مرشح جاهز تماما لشغل منصبه، مشددا على الحاجة الملحة لأن يكون على رأس البنتاغون وزير أصيل. انتهت النشرة مشاهدينا الأكارم، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.